اتكلمنا قبل كده عن كتاب الجفر وعرفنا ان في جفرين، واحد منسوب لسيدنا الامام علي بن ابي طالب والتاني منسوب للامام محمد ماضي ابو العزائم. لكن مين هو الشيخ ابو العزائم؟ الراجل اللي جنن الانجليز حرفيا ووقف للملك فؤاد في حلم حياته وختم حياته بدواوين شعر صوفي، ظاهرها كلام في الحب الالهي والتحفيز وباطنها شفرات ونبوءات جغرافيه مرعبه. موردينه بيعتبروها فتوحات ربانيه لانها بتكشف المستقبل بالحرف. النهارده هنحكي الحكايه من اولها عن الامام السائر. الحكاية بتبدأ يوم 27 رجب سنة 1286 هجري الموافق 2 نوفمبر سنة 1869 ميلادي في مكان كله بركة، مسجد سيدي زغلول في مدينة رشيد الباسلة. هناك اتولد طفل سموه محمد اللي هو الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، وما كانش طفل عادي لأن عروقه كان بيجري فيها الشرف من أوسع أبوابه. نسب موصول بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الناحيتين، يعني تقدروا تقولوا كده حسني من ناحية أمه. الست الوالدة كانت الست أمنة المهدية وسلسلتها بتمر بالقطب الكبير عبد القادر الجيلاني، وبتفضل تطلع في النسب الشريف لحد موسى الجون وعبد الله المحض ابن الحسن السبط ابن الامام علي بن ابي طالب، وحسيني من ناحيه ابوه الشيخ عبد الله محجوب، وعيلته بترجع لمنطقه عين ماضي اللي على الحدود بين مراكش والجزائر. والسلسله دي بتفضل تطلع وتطلع وبتمر باسماء تقيله زي الشيخ موسى القاظم وجعفر الصادق وعلي زين العابدين لحد ما بنوصل لسيدنا الحسين ابن الامام علي بن ابي طالب. ومن وسط كل اخواته الامام ابو العزائم كان في حاجه مختلفه وعلامات نبل وفهم وذكاء رباني. ابوه الشيخ عبد الله محجوب لقطها من اول اشاره وحس ان ابنه ده شرب من مكنون العلم الالهي اللي ربنا بيهديه لخاصه خلقه. ولما الاب لقى ابنه عنده شغف رهيب وجوع مستمر لطلب العلم ما اخرش عنه حاجه وراح وجاب لي عالم من فطاحل الازهر الشريف اسمه الشيخ عبد الرحمن عبد الغفار. وهو لسه طفل اتعلم على ايد الشيخ عبد الرحمن. في الفقه حفظ متن اقرب المسالك لمذهب الامام مالك، وفي الحديث حفظ قسم العبادات من كتاب الموطأ ومختصر البخاري للزبيدي، وفي التوحيد حفظ متن السنوسيه، وفي النحو حفظ الأجرومية والألفية. ده كله وهو لسه صبي. وكان ليه طقس يومي مقدس مع ابوه، ساعة ثابتة كل يوم يقعدوا فيها سوا يقروا باب من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. وفضل على الحال ده يغرف من بحور العلم لحد ما بقى عنده 14 سنة. وفي عمر ال16 كان حافظ القرآن الكريم كامل في كتاب قرية محلة أبو علي مركز دسو. وبأحلام كبيرة قرر يشد الرحال على القاهرة علشان يقدم في الأزهر الشريف، وقعد هناك في بيت أخو أحمد في حي البطنية ورا الأزهر. لكن المفاجأة بقى إن طريقة التدريس في الأزهر ما عجبتوش، حس بفجوة واسعة قوي بين الروحانيات والعلم اللي كان بيدرسه وهو صغير وطريقة تدريس الأزهر في التوقيت ده. وعلشان يغذي روحه وشغفه كان بيقضي وقت فراغه مع الشيخ حسنين الحصافي. وفي الوقت ده كان بدأ يلاقي شغفه الحقيقي في كلية دار العلوم، دخلها وتخرج منها سنة 1888 وكان عمره وقتها 19 سنة. وعلى طول دخل سلك التدريس. أول محطة ليه كانت إدفو. سنة 1889 سافر لأقصى الصعيد علشان يستلم أول وظيفة ليه كمدرس دين ولغة عربية. والمحطة الثانية كانت المدرسة الإبراهيمية سنة 1891. وثالث محطة كانت في أكتوبر سنة 1894 اتعين في مدرسة المنيا الابتدائية وقعد هناك سنين وكان عمره وقتها 25 سنة. وفي نفس السنة اللي راح فيها المنيا، وبصراحة هي كانت سنة مش عادية في حياة الإمام، أخوه الكبير أحمد اللي كان عايش في القاهرة شد عليه المرض والدكاترة نصحوا الإمام إنه يراعي أخوه. فالإمام خد أخوه وعيلته ورجع بيهم المنيا علشان يقدر يراعيه. وقتها قفل على نفسه وما بقاش يخرج لا للأوساط الدينية ولا الدعوة، الصبح في المدرسة وباقي اليوم ممرض وخادم تحت رجلين أخوه، لحد ما الأخ سلم روحه لله وتوفى. ويدوب شهرين 3 وفي 1 يوليو من نفس السنة جاله خبر إن والدك الشيخ عبد الله محجوب انتقل لرحمة الله. الإمام طار على هناك في بلده محلة أبو علي وفضل قاعد هناك كذا يوم. ولما جم يقسموا التركة ما خدش من ورث أبوه أي حاجة، كل اللي طلبه مكتبة أبوه. استأذن زوجة الأب ولما أذنت ليه خد المكتبة ورجع بيها. ومش بس كده، ده رجعوا معاه إخواته وكل اللي وافق يرجع معاه علشان هو اللي يتولى رعايتهم ويصرف عليهم. فتخيلوا شاب عنده 25 سنة بقى مسؤول عن أسرة كبيرة وفي رقبته 15 فرد بين كبير وصغير. لكن سبحان الله الضغوط والمسؤوليات دي هي اللي مهدت الأرض لانطلاق الدعوة اللي بجد. وفي قلب المحنة وفي نفس السنة بدأ الإمام أبو العزائم دعوته العلنية في المساجد بالمنيا، وكان بيقعد وسط الناس البسيطة والعلماء يقرأ ليهم دروس الإمام مالك ويكلمهم عن الأخلاق والتوحيد ويقرأ ليهم الشعر الصوفي وآداب السير إلى الله والتزكية وتطهير القلوب. الناس انبهرت بعلمه والحلقات بتاعته بقت زي الجامعة التربوية الدينية. وفي وسط الأجواء دي أعلن الإعلان الأول لتأسيس جماعة آل العزائم، ووقتها كانت عبارة عن جماعة صغيرة. والجميل ومن عوض ربنا إن تاريخ إعلان تأسيس الجماعة وافق تاريخ ميلاد أول ابن ليه اللي سماه على اسم أخوه أحمد ماضي أبو العزائم. ولما ثبت رجله في المنيا وهيمنت علومه على القلوب بدأت رحلة الدعوة تتوسع أكتر. ولكن لما جماعته بدأت تكبر والناس تلف حواليه أكتر، الإنجليز ما بقتش عينهم غفلانة عنه وحسوا إن نفوذ الشاب ده في مصر يقلق.
وهنا لعبوا معاه لعبة ذكية، وفي سنة 1904 صدر قرار لنقله للسودان علشان يبعدوه عن مصر ويحجموا نشاطه في بلد لسه طالعة من معمعة ثورة اللي هي الثورة المهدية، والبلد وقتها كانت تحت الحكم العسكري الصارم، يعني محدش يقدر يتنفس. الإنجليز وقتها عادوا تنظيم السودان وبنوا كلية غردون، وكانوا محتاجين مدرس شريعة وعالم أزهر متمكن من المذهب المالكي، لأن أهل السودان مالكيين، فكان الإمام هو المرشح الأول، وده كان السبب الظاهري. لكن السبب الحقيقي هو النفي المغلف بالترقية، يعني قالوا بدل ما نصطدم معاه ونعمل منه بطل شعبي احنا ننقله السودان ونخلص. بس الإنجليز ما كانوش يعرفوا إنهم بنقله للسودان كانوا بيغلطوا غلطة عمرهم، لأن بتبدأ من هناك أشرس مواجهة ما توقعتهاش المخابرات البريطانية. الإمام كان قاعد يبص على الخريطة من سواحل المحيط الأطلنطي في الغرب لحد الخليج العربي في الشرق، وقلبه بيتعصر حرفيا من الحزن. العالم الاسلامي وقتها كان عباره عن فريسه، حته لحمه، وكل مملكه او جمهوريه استعماريه عماله تقطع منها حته. فرنسا خدت الجزائر وبعدها تونس، وبريطانيا حطت ايدها على مصر، وبعد ما سافر السودان بكام سنه ايطاليا غفلت الكل ونزلت على سواحل طرابلس، والخلافه العثمانيه كانت خلاص بتخلص في اخر نفس ليها. الانجليز كانوا فاهمين انهم بالنسبه للامام واتباعه مش مجرد احتلال عادي، ده احتلال صليبي، وكتاب تاريخ السودان الحديث فضحهم انهم كانوا مرعوبين من الاسلام. واللورد مالنر قالها صريحه: خضوع المسلم لحاكم مسيحي بيعارض روح الاسلام نفسها. والحاكم البريطاني وينجت باشا قال: مش لازم نتراخى لحظه مع الحركات الاسلاميه، لازم نسحقها بلا رحمه في بدايتها. وبسبب خوفهم من الاسلام لعبوا لعبه قويه، قسموا الاسلام لاسلام شعبي اللي هو الاسلام الصوفي، وده كانوا بيترعبوا منه لان اصلا الصوفيين هم اللي فجروا الثوره المهديه. فالانجليز كانوا عارفين ان شيوخ الصوفيه كلمه منهم ممكن تقلب الدنيا. والقسم الثاني كان الاسلام التقليدي، وده اللي قرروا يلعبوا بيه. وينجت باشا وسلاطين باشا بداوا يستخدموا بعض الشيوخ لخدمتهم، وأسسوا حاجة اسمها لجنة العلماء من شيوخ دارسين علشان يخلوا اللجنة دي توافق على أي قرار للإنجليز، فتبان قدام الشعب السوداني إنها قرارات شرعية ومية مية. مين بقى اللي اتصدى للجنة دي وكشف الأقنعة؟ الشيخ أبو العزائم. الراجل مسكتش، بدأ يوعي الناس في الدروس بتاعته ويفضح الشيوخ دول ويكشف حقيقتهم قصاد كل الناس. بس لأن الحقيقة لها ضريبة، أول ما الإمام كشف غطاهم الشيوخ دي اتجننت وجريوا على الإنجليز وعملوا عصافير وجواسيس، وبدأوا يبلغوا عنه إنه خطر وبيهدد نفوذهم اللي الانجليز اصلا ساندين حكمهم عليه. ووصلت بيهم الدناءه وقتها انهم اتهموه انه بيدعي ان هو المهدي المنتظر، وانه هيشيل الرايات السود ويقلب الحكم، وشغلوا ناس من اتباعهم جواسيس في مجالس الامام علشان ينقلوا للانجليز كل كلمه بيقولها. وفضل الحال على كده لحد ما قامت الحرب العالميه الاولى سنه 1914، والدوله العثمانيه دخلت الحرب ضد الانجليز واعلنت الجهاد المقدس. الانجليز في السودان اتهزوا وطلعوا يضحكوا على الدقون ويقولوا للموظفين والاهالي: وقفوا مع بريطانيا، احنا اصدقاء الاسلام. وطبعا رشوا فلوس ومنح واعانات على بعض العلماء ومنهم زعماء للطريقه الصوفيه. فالشيوخ دي طلعت تطبل وتنفذ الاوامر ويطمنوا الناس ويقولوا ليهم: اسمعوا كلام الانجليز وما تسمعوش كلام السلطان العثماني. وقتها ابو العزائم وقف ونسف اكاذيبهم وفهم الناس ان الاستعمار هو الاستعمار ومفيش تجميل، جاي يهد الدين ويسرق القوت، وان الناس لازم تتمسك بشرع الله. وكانت دروس وقتها مش مجرد درس ديني عن الصلاه والصوم والعباده، دي كانت عباره عن محاضرات اقتصاديه وان ازاي الدول بتقوم بالعلم والتقدم والصناعه. ومن كتر كلامه ده المخابرات البريطانيه ولعت، قاعات الدروس بتاعته كانت بتبقى مرشقه جواسيس. مدير المخابرات بذات نفسه كان بيجي يقف تحت بيت الامام علشان يتجسس عليه. تفتكروا الانجليز هيعملوا ايه مع راجل رئيس المخابرات نفسه بيراقبه؟ اللي حصل انهم لما خلاص جابوا اخرهم منه اصدروا قرار رسمي سنه 1915 بفصله من شغله وطردوا من السودان كلها. وهنا الشيخ بيقول نبوءه بتتحقق فعلا وهو عايش. وهو ماشي من السودان وقف القائد الانجليزي وقال للامام: اهو جه اليوم اللي هيخضع فيها ابو العزائم للانجليز. انت هتروح مصر مش هتلاقي لقمه تاكلها ولا هتلاقي شغل، وهترجع هنا تبوس ايدي علشان ارجعك وظيفتك. الامام بص ليه بثقه وقال له: بمشيئه الله هيجي اليوم اللي القائد الانجليزي هو اللي هيقبل ايد ابو العزائم ورجله. وخلص الموقف على كده، بس لسه ليه بقيه هنعرفها بعد شويه. بعد الرفض رجع الامام مصر، لكن الصدمه انه اول ما رجع حبسوه. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل جوه السجن. السحر اتقلب على السحر. الانجليز حبسوا الامام وابنه علشان يكتموا صوته. وكان في الوقت ده في شخصيه مرعبه بتحكم القطر المصري كله اسمه رسل باشا، حاكم دار القاهره. وفي يوم قرر رسل باشا انه يزور السجن بنفسه علشان يطمن ان الامور ماشيه تمام. لكن اول ما وصل ودخل الباب ركبه ثابت من المنظر اللي شافه. الساحه الكبيره في السجن مليانه على اخرها من البشر، صفوف منتظمه. والصدمه الاكبر ان مش بس المساجين اللي كانوا واقفين يصلوا، ده كل الحرس والضباط واقفين معاهم صفوف ورا بعض بيصلوا بكل خشوع ورا الامام. واول ما الصلاه خلصت الامام لف وشه وانطلق بصوته وهو بيدعي: اللهم خلص الوطن من الاستعمار اللعين واعوانه. والاف وراه من المساجين والعساكر والضباط بيقولوا امين.
المسلمين. رسل باشا شاف الوضع اترعب لانه لقى نفسه في مشكله اكبر. السجن اتقلب لثوره والعساكر اتجندوا، واضطر علشان يخلص من الصداع ده انه يصدر قرار فوري بالافراج عنه هو وابنه. وبعد خروج الامام من السجن قرر ينقل القاهره علشان يكون في قلب الاحداث والحركه السياسيه، واستقر في القاهره، بس كان تحت رقابه مشدده من الانجليز واتباعهم في السلطه المصريه. بس الرقابه ما منعتوش يكمل جهاده. اسس مجله الفاتح سنه 1915، ومرت الايام وجت ثوره 19 وشوارع القاهره كانت بتغلي، المظاهرات في كل حته والشعب بيطارد اي عسكري انجليزي يشوفه قدامه. وهنا بتتحقق النبوءه اللي قالها القائد الانجليزي في السودان، فاكرينها؟ القائد الانجليزي بتاع السودان كان في زياره لنظر المدرسه الخديويه لانه كان انجليزي زيه، وهو خارج من عنده لقى مظاهرات ماليه الشوارع مقابله في وشه، فجري يستخبى في شارع جانبي، لقى مظاهره تانية جايه من ناحيه مدرسه الخديوي اسماعيل، فما لقاش قدامه غير حاره سد يدخل يستخبى فيها. تفتكروا دخل فين؟ دخل بوابه بيت كبير علشان يستخبى، واول ما دخل وبص قصاده رجله اتثبتت مكانها لانه اتفاجئ بالشيخ محمد ماضي بنفسه. القائد الانجليزي عقله طار وافتكر الكلمه اللي اتقالت له في السودان، ومن الرعب اللي كان فيه انهار ونزل على ركبته وبدا يبوس ايد الامام ويستعطفه ويصرخ ويقول له انت المسيح انت المسيح، على اساس انه هيخلصه يعني. وقتها الامام اجار المستجير واكرمه وامنه في بيته لحد ما المظاهرات هديت. وفي سنه 1920 اسس الشيخ مجله المدينه المنوره، بس المجله دي كانت قنبله فكريه وعلميه وفضلت مستمره لسنين طويله. وفي سنه 1924 الجمعيه الوطنيه في انقره طردت الخليفه ولغت الخلافه العثمانيه، وظهرت شخصيات على الساحه عايزه تستغل الموقف وتنصب نفسها على خلافه المسلمين. الامام وقتها عقد مؤتمر عام في مكه المكرمه سنه 1926، وكان بيمثل كل الشعوب الاسلاميه علشان يكون اختيار الخليفه بشكل شعبي. بس الخطوه دي جننت الملك فؤاد في مصر لانه كان طمعان في عرش الخلافه، فلما لقى ابو العزائم بيتحرك شعبيا جند جنوده هو كمان وانشا جمعيه حكوميه للخلافه، والساحه اتقسمت لهيئه حكوميه بيرعاها الملك فؤاد وهيئه شعبيه بيرأسها الامام ابو العزائم. وكان سبب رفض الامام وقتها ان الملك فؤاد يبقى هو الخليفه على المسلمين لانه كان شايف ان مصر دوله محتله وحكامها اتربوا في احضان الاجانب والاستعمار وبقوا بيفكروا بفكرهم، فكده ملك مصر ما ينفعش يتصدر عرش الخلافه الاسلاميه. ومن بعد معركه الخلافه ومؤتمر مكه بيدخل الامام في مرحله جديده تماما، 13 سنه من الهدوء الشديد في الظاهر والعمل المرعب بس على المداري. الامام فهم ان المعركه مع الاستعمار والاسر مش بس مظاهرات، دي معركه وعي وبناء، فقفل على نفسه وصب كل طاقته في القلم. كتب في الفتره دي اكتر من 200 كتاب ورساله ودواوين شعر هزت الفكر الصوفي. وفي سنه 1934 بياخد اهم خطوه في حياته وبيعلن رسميا عن تاسيس الطريقه العزميه ومقرها القاهره، وبيمد خيوط دعوته للسودان والشام والعراق. ودي كانت المرحله الثانيه لجماعه آل العزائم اللي كان اول تاسيس واعلان ليها سنه 1894، وبقت الطريقه العزميه طريقه مستقله ومعترف بيها في القطر المصري كله. ومن اشهر كتب الامام كتاب الجفر اللي مكتوب فيه نبوءات عن المستقبل وعن احوال الامه، اسمه الجفر لولاة الامر ومعروف باسم جفر ابو العزائم. الكتاب ده مش كتاب ديني تقليدي، ده مكتوب باسلوب رمزي واشارات صوفيه. المريدين والباحثين هم اللي بيفكوا شفراتها واكتشفوا حاجات اتحققت بالحرف، يعني اتنبأ بزوال الملكيه في مصر وتحولها لجمهوريه. قال تزول ملوك خلتهم في كرامه ويحكم فيها من يكون لها اهلا، رغم ان زوال الملكيه كانت بعد وفاته بسنين. الشيوخ قالوا ان الامام ما كانش يقصد الملك فؤاد او الملك فاروق كاشخاص، ولكن كان يقصد النظام الملكي. وتنبأ بالعدوان الثلاثي على مصر سنه 1956، وقال اذا جمع الاعداء ثلاثه ارهط ليمحوا انوار الكنانه جهره ردهم الرحمن بخزي وذله وعادت مصر بالنصر حره. الكلام هنا بيوصف العدوان الثلاثي، ثلاثه ارهط يعني 3 جماعات او 3 دول، بريطانيا وفرنسا واسرائيل. وده كان بعد وفاته ب 19 سنه، واتقال انه تنبأ بانتصار اكتوبر، وقال ويسترد بنو الاسلام عزهم ويجلو الظلام عن ارض سيناء ويعود الحق لاصحابه جهاره بنصر عزيز يقر العيون. الظاهر انه دعاء وتحفيز، ولكن ذكر ارض سيناء بالذات خلى المحققين يتاكدوا انها كانت نبوءه، لانه ما قالش ارض الكنانه ولا الشام ولا فلسطين، وكلامه يجلو الظلام عنها بنصر عزيز. المحللين قالوا ان كلمه الظلام مكاشفه صريحه لنكسه 67 اللي احتل فيها العدو سيناء، وبعدها كان نصر اكتوبر 73. اما عن الاحداث الحاليه فقال على النيل وينقض نيلها صبرا وضيقا ويبغي الخصم كيدا وانقساما فيجري النور من بعد التجلي ويسقي الله كنانتنا سلاما. اللي بيحققوا في التراث العزمي قالوا ان النص ده مكاشفه مستقبليه واضحه عن الميه اللي بدات تواجه مصر فعلا في العصر الحالي. واتكلم عن رجل اطلق عليه صحابي مصر وقال فيه ويظهر في بلاد الميم فتى نقي الخال من آل الرسول يعيد الدين غضا بعد فتر ويشفي النفس من داء العلول. شيوخ الطريقه العزميه قالوا ان دي نبوءه بتبشر بظهور قائد مصلح ومجدد للدين في مصر اللي هي بلاد الميم. وقال عن بلاد الشام وبلوى الشام تستعر استعاره ويغدو الامن فيها كالسراب فلا تيأس اذا طالت ليال فان النور ياتي بعد باب. والمحللين قالوا ان ده بينطبق بدقه على الحروب والفتن والازمات المعقده اللي مرت بيها بالاخص سوريا في العصر الحالي. وقال عن العراق وعاصفه تهب على العراق
تبدد جمعهم بعد ائتلاف، ويطمع فيها ذو بغي ومكر، وينجو من جرى نحو الكفاف. وده تنبؤ صريح بحجم المؤامرات والتكالب الدولي اللي تعرضت ليه العراق. والمقصود بذو بغي ومكر هي دول الاستعمار، امريكا والغرب اللي طمعوا في ثروات العراق. اما عن اوروبا قال: واوروبا تمزقها رياح من الاهواء تاكل ما بنوه، ويضرب بعضهم بعضا جهارا، ويبكي الحق مما احدثوه. الشيوخ قالوا ان دي مكاشفه مستقبليه، والمقصود بيها الخلافات الاقتصاديه والسياسيه اللي هتحصل بين دول الغرب، زي تفكك التحالفات وصعود اليمين المتطرف والخلافات اللي بتحصل بينهم دلوقتي. اما عن تركيا فقال: وعثمان بنوه قد اضاعوا مقام العزه في طلب الحطام، سترجع ارضهم للحق يوما وتنصر ديننا بعد المنام. الشيوخ هنا بيقولوا ان الامام بيوصف الواقع التاريخي اللي حصل فعلا، الغاء الخلافه وبيع هويتها التاريخيه والاسلاميه في سبيل الانضمام للغرب، وانها هترجع للحق. وده بيوصف التحول اللي بتعيشه تركيا في الفترات الاخيره، بترجع تدريجيا لعمقها الاسلامي وبتنصر الدين بعد المنام، يعني بعد غفله او غيبوبه. وفي يوم 27 رجب سنه 1356 هجريا الموافق 3 اكتوبر سنه 1937 توفى الامام ابو العزائم. ولكن الملاحظه الغريبه ان تاريخ 27 رجب اللي توفى فيه هو نفسه اللي اتولد فيه، وهي ليله الاسراء والمعراج. وكان عمره وقتها 68 سنه، وتولى مشيخه الطريقه من بعده ابنه الكبير الشيخ احمد ماضي ابو العزائم. يا ريت ما تنسوناش في السبسكرايب واللايك.